الحلوين والحلوات والجميلين والجميلات. اوكي كيلي نعال شموس صايرة مزعجة وشلون اداء بعد تقل غراب. اوكي نرجع. طيب يا ريال، غسلت وجهي، قلت لكم راح اجرب تالجو اللي اخذتها من صالون الف ليله وليله من ايمان بامانه، لان انا قلت لكم ما راح اقول لكم عن حاجه غير اني انا اجربها 100%. فانا استغنيت الفتره الماضيه الايام الماضيه عن كريم دولامير صابون الوجه، واستخدمت هذا عباره عن فوم. الحلو فيه ان الاحسن من لامير في شنو هو؟ ان الفوم حقه يدخل عمق البشره اسرع من الثاني ككريم صابون. هذه واحده اكتشفتها، رائع جدا كغسيل، يشيل جميع ترسبات. اثنين، التونر انا المره الماضيه استخدمته والحين من وقتها انا جالسه استخدمه. رائع. بوكيمون vamos a calmarlo. Pica Pikachu, Pica Pikachu, Pica Pikachu. اوكي شموس، نرجع تاني. ورانا ميك اب توتوريال ووراي مشاوير صياعه في الشوارع. ابغى حد يلمني. بنات عندكم حد يلمني؟ ادور حد يلمني. اوه اذان سوري. الله اكبر. ان شاء الله يا رب شهادتي مع الاذان شهاده حق بهالبرودكت. تالجو قلت لكم هذا جربته، التونر بعد الغسيل مره كويس. جربت من عندهم الكريم روعه، هذا اللكجري بصراحه. الثانيين لسه بعد ما جربتهم. جربت الماسك، تحفه الماسك، واجد يرطب، واجد يعطي ماي حق البشره. والسيرم، وين السيرم؟ جربت السيرم حسيته اقوى شيء فيهم. هذا السيرم من تالجو حسيته اقوى شيء في اللي كذا التكستشر حقه. ما استخدمت مرات، ما استخدم معاه كريم لان احسه يكفيني، ما اعرف ليش، احسه يسدني. بس شوفي بقولش نصيحه، مو ترافجين واحد وتحبين واحد وتزوجين واحد جلطه وعلى بالك ان الكريم يبي يعالج مشاكلك، يعني العصبيه والضيقه، وان انت تحبين لي واحد غراب 24 ساعه معصبك ومضايقك، وعلى بالك ان الكريم بيحل مشكله بشرتك. لا، بشره يبي لها راحه نفسيه، يبي لها شرب ماي واجد، يبي لها فيتامينات ومعادن. وجه حسن، حطي لك وجه حسن وشوفي شلون يا اختي. ايه الوجه الحسن نفس ما علمتكم، يوم تحطين اي كريم اي سيرم كذي 1 2 3، غير ان الوجه الحسن قدامك كذي ما يغني. الوجه الحسن بروحه مو بسحر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا 24 ساعه اسوي فيه، بس انا جالسه اسوي عشانكم. بعدين كذي 1 2، اي كريم تحطين حتى لو زيت سيارات، لا اكيد مو بزيت سيارات، حتى لو زيت زيتون زين. ونفس الشيء هنا 1 2 3 4 5، ونفس الشيء هنا. قد ما تقدرين اسحبي وجهك كل عضلاته على ورا، ورقبه كذي وكذي. شوفوا انتم ما شاء الله انا رقبتي مشدوده، يعني لما اتحرك عضلاتي مشدوده، لان انا مره رقبتي يوميا اول ما اصحى اول شيء ان انا اسويه اللي هو كذا 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 كذا. شوفوا عضلاتي ما شاء الله، يعني شوفوا كيف عندي. خليني اقول لكم فوائد تمرين. شوفوا الرقبه، اول شيء راح يبتعد عنك اللي يصير عندهم مشاكل في رقبتهم، اللي يجيهم ديسك لانه ما يمرون الرقبه. على كذا تمرنين 10 مرات اول ما تصحين واول ما تصحى. بنات شباب، هذا ما له خاص في جنسك انت وشو، حتى لو شيميل رجل مرأة 1 يعني هنا 10 بس بهداوة ببطء. 2 3 لازم تسحبين تحسين هذه كلها مسحوبة. يا ريت تحطون مراية قدامكم زين كذي وتطلعين في المراية. اوكي 4 المهم 10 مرة تحسبين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شفتوا الشد لوين؟ هذا كله يشد كله، وبنفس الوقت الفقرة تتمرن. يعني 2 تجميلي. فبصراحة أمانة الله السيرم حقهم أنا مرة انبسط عليه، مرة قوي. يعني
حتى لو احطها بروحه ما استخدم. هذه تمارين الرقبة حتى الدكاترة يعطونها للناس اللي عندهم فقرات في ظهرهم، حتى ظهرك إذا مرنت رقبتك، لأن رقبتك مع ظهرك هي قاعدة أساسية، هي اللي حاملة جسمك، راسك هو حامل جسمك، تمام؟ فأنت 10 هنا 10 هنا ب10 مرة، أجلس أحسب 1 2 3 4 كذا، تمام؟ قد ما أقدر تكون هذه مسحوبة في كل مرة، أو إذا كانت هنا هذه مسحوبة تحسبون 10، بعدين كذا 1 2 3 10 مرات، وفي 10 مرات تحسبون لين 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بس تحسبونها بطيء. شفتوا الفقرة عندي شلون شكلها؟ نفس الشيء 1 2 3 تمام، و10 مرة توقفون تحسبون لل10 بطيء. لما تحسبون في الوقفة احسبوا بطيء. شفتوا العضلة عندي مش الفقرة، العضلة اهو، شوف شلون مشدودة عندي. ليش؟ لأن أنا يوميا أو وأنا على السرير أجلس، لازم نسيت أقول لكم بنات شباب، تجلسون جلسة بودة، جلسة كذا، جلسة بدو، جلستنا نفس على الأرض لكن على سريرك. أول ما تصحى تمرين نفس، طبعا تمارين النفس لازم ما نرفع الصدر اللي أنا سويته الآن غلط، لازم أتمرن النفس أسحبه من بطني مش من، يعني ما يكون يرتفع الصدر. أوكي، هذا حاجة ثانية بعدين أعلمكم تمارين نفس. الآن بعدين كذا كامل، لفة كاملة على ورا، لفة كاملة كذا، تمام؟ 10 والعكس، تمام؟ ونفس الشيء العكس كذا، 1 بطء، 2 بطء، 3 10 مرات بطء. أنا اللي جالسة أسويه سريع عشان التايم حق الفيديو. بطء 10 في 10 عكس. هذا يشد، إذا شدت هني تشد الوجه أوتوماتيك، يتشد مع. خلصتي 10 10 10 10 10، بعدين يمين 10 مرات، بعدين 10 أوقف بطيء أحسبهم مرة بطيء، بعدين يسار نفس الشيء، بعدين نفس الشيء كذي 10 ب10. أذكر مرة كنت أسوي هذا التمرين في بيتي في مصر، كان عندي شغالتي مصرية نادية حبيبتي الله يمسيها بالخير، فأنا جالسة أسوي كذي بس وأنا واقفة، فهي تطالع من بعيد، كانت هي ما تدري إن أنا جالسة أسوي تمرين، مو متعودة تشوفني أسوي قدامها. فقامت كلمت حمادة عندي البواب، تعال يا حمادة مدام شمس اتلبست، مدام شمس اتلبست، وجاي يركض حمادة وجاية وهي وجايين سلام قولا من رب الرحيم ويقرون آيات. طالع فيه مش فيكم؟ قالوا انتي كويسة؟ قلت انا كويسة، ايش فيكم؟ قالوا افتكرنا تلبستي. طب تلبست انا يخرب بيتكم. فاللي يشوفكم وتسوون هذا التمرين لا يفتكر انكم تلبستوا نفس نادية، لا ترى هذا تمرين رقبة. ادخلوا يوتيوب تلاقون واجد تمارين رقبة. ليش ضروري تمرين رقبة؟ كل ما قوة رقبتك كتفك قوة، تمام؟ مع هذا التمرين 1 10 على ورا 10 على قدام. هذه 10 انتبهوا على عضل الرقبة هنا عندي، هذه ليش عالية أنا؟ هذه شفتوا هذه الحركة 3 4 اوكي 10، بعدين ورا 1 2، هذه توقفون وتسوونها أفضل مما انتم جالسين. إذا شدينا هني اوتوماتيك بيشد الوجه مع تمرين بسيط جدا. تقولون كلمة واو واو. عادي خلي الناس يقولون عنكم مخابيل ميانين انكم بتقولون واو، بس واو ترفعين وجهك شوي وتقولين واو. ليش؟ بوريكم شيء. شوفوا الواو على جنب، واو واو، شوفوا واو، حتى لو من غير صوت، مو ضروري يطلع صوتك صوت غوريلا كذا. هذا التمرين جميع عضلات الوجه يحركها، بس شوي ارفع رقبتك وانتم تقولين الواو. ليش اقول لكم هذه؟ تعطي ايحاء للناس اللي قدامك في شغلك، في عملك، في حياتك، قدام زوجك، قدام اي حد في الدنيا، ان انت شخصيتك قوية، ان انت هذه تعطي ثقة. المرأة
قبل كانوا يوصفونها، ليش يوصفونها بالله بالغزال؟ يعني ليش اختاروا حيوان يوصفونها فيه؟ لأن الغزال عندها رقبتها جمال فيها، فعشان كذا يحبون يوصفون الشعراء المرأة في، خصوصا اللي رقبتها قصيرة. بنات تبين تطولين رقبتك، اعملي تمارين رقبة بتطول. ممكن تضحكون على كلامي بس كيفكم، تخلوا وشوفوا الناس اللي سوت تمارين لرقبتها شلون فرق عندها، الرقبة تطول. ليش؟ لأن أنت تعمل لها stretching. I don't know شنو يعني، استحيل يقول وش يعني stretching، أما أعرف، اللي عارفة بالإنجليزي عارفة. فهذا التمرين يشد رقبة، يعرضها، يطولها، في نفس الوقت تحسين من بعده كذا ان انت صاملة، يعني كذا ثابتة، شيء ثابت هنا، صدرك، كتفك، مرة داخلة يعني أنثى. وفي نفس الوقت بعد ما تكونين أنثى بهالحالة يصير ما يعجبش أي ذكر. طلعنا برا موضوع التطاريال. ليش؟ أنا لما تزيد ثقتي في نفسي، لما أنا جالسة أمرن رقبتي ورقبتي مشدودة، أمرن وجهي مشدود، أغسل وجهي في ماي ورد، أعطر نفسي، أهتم في في صحتي، مش ضروري في بشرتي وشعري، لا، صحتي من جوا، النفسية والجسدية. ذاك الوقت أنا ما راح أكون الرجل وهو يحرك مشاعري. إذا كان راضي عني أموري طيبة، وإذا كان زعلان مني أصير بومة. no don't be بومة، لا تصيرون بوم بنات. حاولي هذا الاهتمام والوقت حق نفسك. انت لو تصحين الصبح عندك تمارين، وفي الليل تسوين تمارين، وتسوين تنظيف بشرة، وتسوين مساجات، وتسوين تنظيف، يعني تنظفين غرفتك، تطلعين الحين داخل علينا شتاء، تطلعين ملابسك الشتوية، تبخرينها وتعطرينها، وتحطين الأسود مع الأسود، الأبيض مع الأبيض، البيج مع البيج، الخضر مع الخضر، whatever. تمام؟ الصبح تنشغلين في رقبتك وتمارين رقبتك وتمارين العين. بعدين بعلمكم شلون تمرنون العين، لأن العين تمارينها تنشط الكلى والكبد وكل جسمك، وفي نفس الوقت تشد. انزين؟ لأن الجمال لازم ينبع من الداخل. الجمال له تعب. ان انت تبين تكونين جميله، الموضوع مو بس كريمات وشامبوات عشان اكذب عليكم، لا، في شغل لازم تشتغلينه وتختمينه في الكريمات. تمام؟ هذه الاشياء لما انت تكونين مشغوله في رياضه، ومشغوله في تمارين، مشغوله ما ادري وش، مشغوله ترتبين اغراضك امورك وصيف وشتاء، بهالحاله تاثير الذكر وليس الرجل، الذكر البومه ما يقدر ينكد عليك، لان انت ما انت فاضيه. تعطينا انت من وقتك، لا فضيتي انتي. عشان لما تكونين مشغولة، صدقيني في الدنيا ما في حد راح يأثر عليك. لا رفيجتك يوم تزعل تتضايقين، ولا أختك يوم تزعل تتضايقين، ولا حبيبك يوم يزعل تتضايقين. you're busy، ما عندك وقت للزعل. بنات تعلموه سر من أسرار الحياة، سر من أسرار النجاح. انتي ما عندش وقت للزعل. oh sorry my dear I don't have time to be angry كذا، sorry أنا ما عندي وقت أزعل حبيبي my dear. أوكي، ما عندي وقت. أنا مش فاضية لا للقال والقيل، ولا فاضية أجيب في سيرة الناس وأكسب سيئات، ولا فاضية أغار من وحدة، لأن أنا مشغولة. I'm busy، لا أغار. فبهالحالة ما أتضايق، ما أغار من وحدة، ولا قارن نفسي فيها ولا في واحد. وما راح يضايقني ذكر البط هذا اللي يضايقك، يصير بعد ما يقدر يضايقك because انتي مشغولة مو فاضية له. الفترة الجاية أنا راح أخذ على عاتقي وأمري لله، أمري لله إني أنا أعلمكم شلون تكونون بيزي 24 ساعة، مشغولين في أنفسكم بالطريقة الصح. تمام؟ على أساس هذا الشيء كثير راح يساعدكم إن ما حد يقهركم، حتى أنت كشاب، كصبي، كرجل. تمام؟ إذا تبي إنك أنت ما في شيء يضايقك، لازم تكون مشغول 24 ساعة بيزي. يقولوا لك هذا الشخص مش فاضي للصغائر. سؤال، بقول لكم شيء، الحواجب، احنا طلعنا برا التوتوريال، لازم دايما تذكرون المرة الماضية قلت لكم تحطين أول شيء بودرة للحاجب، باودر للحواجب، يكون نوعية كويسة، ابوس ايدينكم لا تجيبون شيء مو زين. تمام؟ وبعدين شعرة ترسمينهم. الآن بودرة بس كذي، رسم عادي يعني، بس كذي مشيه فوق الحاجب.
زين انا الحين مو حاطه ميك اب، هذا كذي بنات. حلو البنت لا تخلط مكان يكون عندها هنا، يكون عندها هيبه، طلة صدرها مفروض، كتفها مفروض. الان بحط هذا، ايش رايكم بحط هذا ولا احط عندي كلارنس احلى؟ هذا اللي قلت لكم من جيرلاين في الذهب، البرايمر اللي تحطينه قبل ما تحطين اي فاونديشن. 1 minute بجيب يا ربي. هذا احلى، هذا انا استخدمته فترة طويلة من كلارنس، اسمه بيوتي اكلا. بس اذا بشرتك دهني ما انصحك فيه، هذا اللي بشرته تكون يعني طبيعية، مهي بدهني، تمام. اوكي، او جافة يطلع حلو عليها لانه يرطب وكذا. باسمه بيوتي كلا، اي بيوتي فلاش من كلارنس، رائع. وماركة كلارنس يستخدمون اعشاب طبيعية اغلب الوقت، يعني هذا الحلو فيهم، ما يحطون كثير كيميكال. فبحط البرايمر قبل الفاونديشن. انا احب قبل اي شيء اني ارسم، هذه نادر علمها لي الميك اب ارتست، اني ارسم الحاجب بس بباودر، على اساس يعطيك انت وين تبين تروحين في الميك اب. لما ترسمين الحاجب اول شيء بس بودرة، بعدين تحطين البيز فاونديشن، then you put your makeup foundation. انا يعني اليوم راح اضطر احط لكم listen wait listen راح احط هو فاونديشن وهو كل شيء. شوفوا مخلصته كثر ما استخدمه، ميك اب فور ايفر لا يعلى عليه، از فاونديشن، از كونسيلر، از كل شيء في الدنيا. هذا ذا بيست في كل الالوان من ميك اب فور ايفر. اي ميك اب فور ايفر بدربكم تروحون تلاقونه خذوا من عنده، تمام. قولوا لهم اعطونا هذا الباليت. في دايما بنات بليز رجاء اخوي، انتي مو مهرج علشان تحطين لون فاونديشن افتح من بشرتك واجد، تكفين. اوكي، دايما انا رايي، اوكي رايي التافه، انزين. انا على فكره حطيت رموش فوق، ها هذه الرموش اللي تحت رموش الطبيعيه، حطيت رموش اللي هي هذه الشهري، تجي بنت فلبينيه تحطهم لي. شوفوا فاونديشن يعطي، لما تكونين حاطه فاونديشن شوي افتح من لون بشرتك، شيء بسيط. ليش مو افتح بواجد، تطلعين مهرج، تطلعين نفس هذا اللي اشوفهم اللي يسوون ميك اب توتوريال، يحطون 500 كيلو ويع، يحولون البنت عبارة عن لوحة حقت رسم. يور نوت لوحة، انت انسانة، انت مرأة. شيء ثاني مهم، لسن، لما تجين تحطين فاونديشن امشي مع البشرة كذا، يعني انا كذي العين اروح كأني اسوي لها مساج، بعدين في السفنج نظفي وسوي تمام كذا، هذه وين كذا، هذه كذا، بعدين ارجع اجين مرة ثانية طبطبي عقب، سوي اللي تبين. اوكي كذا امشي مع مسارات الوجه في الفاونديشن، تمام. اهو شوفوا، حتى في فلتر ما في فلتر، انا ما احط فاونديشن افتح من لون بشرتي واجد. ترى لا يغشونكم هذيل اللي يحطون فاتح، اشوفهم وكمية كبيرة. خص بصراحة، خاصة لو انت حاطة ميك اب بتروحين عشاء مع زوجك او عندك موعد مع حبيبك، لا تخلينه يشوفك انه جاي شايف. الان تفضلوا، لا تخلينا بالاخص الرجل، سيبك انه هو رجال او الشباب او الذكور يطالعون البنت اللي حاطة ميك اب وكذي، بس على فكرة بعدين يكش. هذه نفسيا انا اكلمكم، انزين. ليش؟ لان البنت كل ما مالت للطبيعي، كل ما في سحر رباني. أنا استخدم السحر الإلهي أفضل مما أستخدم السحر الصناعي. الصناعي يجيب نتيجة 5 دقايق لكن يجلب عكس، يأذي بعدين، تمام. لكن السحر الإلهي إذا بشرتك حلوة
وما كثرتي وخليتي لمعة عينك تبان، خليتي شعر حواجبك لا تحلقونه، في بنات كثير يحلقون حواجبهم للأسف. الله جاعل ممكن يكون حظك في شعرة من شعرة حواجبك، ممكن ربي جاعل حظك في سن مكسور. ترى جد أكلمكم بنات نصيحة لله، أوكي؟ بعض الأحيان يكون ربي جعل هذا الكونسيلر من نفس المكان بس درجة أفتح من الفاونديشن، طيب؟ بعض الأحيان يكون حظك في سن مكسور يا أختي، لا تصلحينه، هو كذا حلو عليك كذا. بعض الأحيان يكون حظك خشمك يكون في عيب، العيب هذا احنا نشوفه عيب بمواصفاتنا الجمالية البشرية، لكن يا أختي هو حظك فيه. بعض الأحيان أنتي ممكن تجي بنت قصيرة، بعض الأحيان البنت القصيرة والله العظيم يكون حظها قصرها. ما تعرفون ايش كثر بنات تكون قصيرة وصنفورة وماخذة واحد ملك جمال يحبها يموت فيها، والله لو يجيبوا له بنات الدنيا ما يطالع يحبها، حظها في قصرها. لا حد يعقدكم من اشكالكم. عيب ان انت انخلقتي قصيرة عند الله، مو بعيب، عند البشر عيب، لكن عند ربي مو بعيب، ميزة. ربي عطاش هذا القصر على يا اختي، لا حد يعقدش من قصرك. او متينة، انزين اذا ما كنت يعني اذا يعني او متنش مثلا متن حلو، انزين ممكن حظك انك انتي هذه الربربه اللي انت فيها حطت لك كاريزما من نوع معين، هيبه من نوع معين، انزين. بس انا ما اتكلم عن المتن اللي مو بصحي، في اشياء واجد. ممكن سمارك انتي سمره، ممكن سمارك هذا هو اللي جايب لك الحظ يا حظي. الإضاءة حطيت أنا اللي هو الكونسيلر، تمام، اللي هو أفتح بشرة من الفاونديشن، حطيت هنا شوي فوق الحواجب وحطيت تحت العين، تمام، مو بأفتح من البشرة واجد. ما انتي مهرج، انتي ما انتي رايحة حفلة تنكرية، هذا ميك اب. الميك اب يعني أنا أبرز مفاتني، أبرز جمالي، مو بحط وجه ثاني، تمام. وشوي هنا مو بواجد، انزين. فوق البشرة نفس المرة الماضية علمتكم ضروري احس بيعطي اضاءة، انزين. وان اشيله كله عقب ما اخليه، بس مجرد احطه. وهنا هذه فصار عندش اضاءة هنا 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 وهنا، تمام. الباقي الفاونديشن اغمق درجة، وانتي افتح هنا افتح هنا افتح هنا افتح هنا افتح هنا افتح هنا. هذه ليش؟ هذه يسمونها اللايتنج، الاضاءة، تمام. الآن راح أفتح درجتين تحت الحاجب، أوكي، من نفس الكونسيلر. أي كونسيلر عندك نوعية كويسة ما يآذيك، ما يكون فيه كيميكالز واجد، إنزين. حطي تحت الحاجب الحين، وعقب دمجي في الاسفنج، اسفنجة الحواجب، على أساس اليوم أنا راح أعمل لكم الميك اب كريمي للي تكون بشرتها مهي بدهنية، اللي بشرتها جافة يناسبها الميك اب الكريمي، واللي بشرتها مختلطة متوسطة يناسبها الميك اب الكريمي، تمام. بنظفه الآن عشان بينولج. هذه هنا أنا أحط شوي للإضاءة، بينولج حظ، انزين. عارف ان حظك راح يجي في هالقصر، او تلاقي بنت متعقدة من طولها، انزين، لكن هو ربي شوفوا، ربي ما يخلق شيء عبث، عند الله ما يتسمع. الان بحط البودر. هذه البودر طبعا انا اشوف انه ذا بيست بودر هم اثنين الباودر، ميك اب فور ايفر وماركة لابريري. هذه الماركة اللي قلت لكم غالية، ما انصح اللي ما عنده، ما انتي مجبورة اختي كلش، ما عندش لا تجيبينها. الباودر حق ميك اب فور ايفر ارخص وكمان تعطي نفس النتيجة. اهو شفتوا في الاسفنج، انا الباودر علمني علي اسماعيل يستخدم الباودر في الاسفنج اكثر من البرش، تعطي نتيجة افضل. تمام. باودر خفيف ما تخلين وجهك مترب،
كنش طالعة البر. لا، ما تطلعين مغبرة، ما احنا رايحين حفلة تنكرية اختي، لا لا. وما تخلين الميك اب، ترى هم يستخدمون اضاءة. حتى اللي تقولش انا اليوم بسوي لك ميك اب توتوريال، بس انا مو حاطة فلتر، بس هي تصور على نور الشمس. نور الشمس يعمل فلتر احلى من فلتر سناب، تمام. اللي تصور على نور الشمس واللي تصور على اضاءة عالية ما يبين العيوب. كاذب كاذب. انزين، كله يعبي بين خطوط العين. انا الحين فلتر من غير فلتر، خط العين عندي ما في فاونديشن، ما في كونسيلر، ما في باودر. ليش؟ لان قد ما تقدرين خليك الميك اب حقك يكونون شو يسمونه في هوليوود الاجانب والفرنسيين والعالم دي اللي هم اخترعوا الميك اب، يقولون في حكمه، يقولون نو ميك اب از ميك اب. يعني شلون؟ يعني انا احط الميك اب يبرز حاجبي، يبرز عيني، يبرز خدي، يبرز شفتي، مو بأحط وجه ثاني لا جيت غسلته طلعت ابو جركل. لا، مو يوم اغسل وجهي انا اطلع ابو جركل، لا، لازم يوم اغسل وجهي انا ستيل شمس، بس مو بملونه، لاني انا انسانه، انا ماني لون، انا ماني لوحه الوان، انا انسانه، انا مرأة. انا قيمتي في فكري، في صوتي، في ادائي، في جسمي، في هيبتي، في طلتي، في تفكيري، في طريقه ادائي في الحياه. لا يغرونكم ان المرأة عليكم، احنا اهم. لا تصير حياتك متركزه كل نعال شموس وسولفي على الميك اب. اوكي، نرجع للخدود. معقدتني جبهتي، ما اعرف شلون اكبرها. انزين، تحطين الكونتور تحت الشعر، خط هنا فوق تحت كذا، تحت العظمه بشوي. انزين، وما تحطين كونتور متنكرين كأنك مطلوبه الشرطه شيء كذا اللي قاعد يحطونه في الميك اب توتوريال حقهم ذا اللي يلوع الكبد. انزين، وشوي على الخشم هني شوي، مو كله، انا ماني مع تسوون كل الخشم هذا. اوكي، عقب اهو اذوب ابو. اوكي، انا عشان ما في وقت، لان لي واجد اصور، اني انا اطبطب ولا زي ما قلت لكم هذا المشروع ياخذ من عندي ربع ساعة، كله ربع ساعة ماكسيمم، بس عشان التصوير. وانا دخلتكم في مواضيع ثانية لاني انا بسوي نصايح مع التوتوريال. اوكي، هذه اوكي اوكي كله مسحته، لكن بان عندي اني انا عامله كونتور، بس كونتور مو هو باين، مو هو متعمد، شفتوا؟ مش متعمد يعني. تمام. استخدم مثلا انا وشو لبسي اليوم بلاك ان وايت. العاده اللي الناس اللي اذا تلبسين اسود وابيض، انا لبسي اليوم اسود وابيض. اذا تلبسين اسود وابيض احلى شيء مع الاسود والابيض يا الاورنج يا الاحمر، دايما هم معروف. حتى لو لبست اسود وابيض البسي شوز احمر. التايجر يلبس معاه احمر، فاهو كريمي. زين، اهو بجيبه، مو بتجيبينه كذي تنزلين خدش، لا ارفعي الخد. ترى ما عليكم هذا الفلتر مسوي لون غامج ومو بكذي ابدا. زين، ونفس الشيء على خسومس سوي حطي، على اساس ان انت سوي مزاكمه. انا عندي حلاله. نسيت بحط الكونتورين قبل حق البلاشر الخدود. اذا جبهتك عريضه وتشز، انا لا، انا جبهتي مره صغيره، سيبكم من الفلتر. دور عليك متخفيه في ميك اب، لا، كله خففيه، هذا عقب كله يدوبك. اسمه كونتور، مش اسمه. بعد ما حطينا البلاشر تمام، ترى مره فاتح لا تشوفونه كذي. اهو ممكن اذا انت شايفه ان انت يونيد انك تحددين الكونسيلر حقك، ترجعين مره ثانيه شوي
عشان تبعدين شوي البلشر عن عظمة العين عشان تعطين مساحة. شوفوا الفرق؟ شو تحبين كذي او تحبين كذي؟ تمام. اهو شوي انا بالنسبة لي عشان اعطي اضاءة عليه، او اذا انتي تحبين تشوفين لا والله تبين خدك اكثر فوق سيبي او نظفي مثل ما تحبين. اهو تمام كذي. عبارة بس عن ميك اب ولبس وعطور. والله 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 انتي اكبر من كذا، وربي اكبر من كذا واهم من كذا، لا حد يكذب عليه. وبعد فصلة ما تفصلين انا ومو انا وانا ومو انا، هذه عندي الباليت حق الوان الخدود من كمان ميك اب فور ايفر. بعدين حجية وش تسوين؟ نفس اللون اللي حطيتيه حق حواجبك نفس الشيء، هو نفس الباليت. زين، لان احنا الميك اب حقنا كريمي اليوم. تحطين على العين، لا تنصدمون اللون يا ريته كذي بهالوضوح، لا مو بكذي اللون في الواقع، هذا فلتر. كذي تحطين اوكي، على اساس هذا اسمه اللوك البنت السكسي الدلوعة، البنت الواثقة، البنت اللي وجهها يعني مو بسبورة، وجهها مو بلوحة على في المدرسة يحطون، يعني فاهمة اللي هو أنا حاطة بس لون واحد لكل وجهي. على فكرة أنا أشجع جدا 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 اللون الواحد على الوجه جدا. أنا ومو أنا عرفتي كذا قدام المراية قولي أنا ومو أنا وأنا ومو أنا وأنا. نصيحة مهما كان عمرك 50، عمرك 60، عمرك 30، عمرك 20، استخدمي الميك اب اللون الواحد. لماذا؟ لأن هذا اسمه ميك اب المراهقات، يطلع اللوك حقك لوك بنت شابة. كل ما كثرنا ألوان أوكي في الميك اب، كل ما كبر عمر الوجه، وكل ما المرة كأنها تقول، مع اني انا في التصوير ذاك تصوير مالكم خصفيني، انا فنانة اعرض الوان، اعرض نعل، انزين هذه مجبورة على اشياء تخص ماركتينج، تخص تسويق. لكن انا لو تجوني كإنسانة طبيعية احب اللون الواحد، لانه بيعطيني اللوك نفس اللون تحت العين اوكي، بس حطي معاه شوية بني. ليش؟ عشان يعطي دبث، عمق للعين. وين راح البني يا شمس يا زفت؟ اوكي تعال من نفسه اجي شوي تحت العين براون، بني خفيف ما يبان. ليش؟ يعطي عمق، يعطي النظرة كذا. فهمتي؟ مو تسوي نفس نظرتي هذه، لا روح يسوي نظرة سكسي حلوة، يطردك لو سويتي له هذه النظرة. قوش في هذا الخبلة كذا تحت العين كذا اي هذه شوفوا كذي، هذه عطى عمق يعطي للعين نظرة زين. شوفوا حتى لو الفلتر يروح راح تلاقون ان انا الفاونديشن ما في فرق عن من غير فلتر. بعدين شوي تمشين، امشي واسحبي العين، اسحبيها اساس يجي مظبوط على الرمش، على رمش عيونها بالنهوى. بعدين ندمج اللون كذا، ادمجيه لين يطلع لك برص من عينك كثر ما دمجتي كذي. ابي البرص اشوفه. تقفين انت جنب اللمبي وطعمت اللم. البنت الصغيرة، البنت الشابة، البنت الفريش، انت تبين تطلعين فريش. ونفس اللون على اغمق شوي، غمقي حتى لو الان سريع احط تحت الحاجب قبل ارسم الحاجب شعرة
احط لايتنج يعني اي لون كريمي. الحين بضبطه زين وادمجه. ما المفروض يكون لما تحطين لون ابيض تحت الحاجب او كريمي او فاتح يكون كذا مفصول، لازم تدمجينه. الان الهايلايتنج بعدين اخر شيء الحواجب من لورا مارسيليا، ما ادري اسمه مارسيليا او لورا مارسيل. زين من احلى الميك اب اللي احبهم كمان هذا البراند. زين اهو شوية هنا، مو تحطين كذي كذي لا. هذه وين قلنا نحط الكونسيلر، وين ننور كذا وفوق الشفة. شوفوا شلون صارت الشفة فيها لمعة. طلع سكسي. شوي هنا شوي بسيط كذا، مو كلها لا كذا، يعني على اساس انك انتي طاقتك الاورا عندك تلامع. نور الايمان هذا سميه نور الايمان، ما عندي مشكلة. زين وممكن تحطين على عظمتك اذا كنتي لابسة مفتوح على خط الرمش، خط الرمش تمام. في كحلة بني، انا استخدم ايف سان لوران، كحلة بني من ايف سان لوران تمام. الان موضوع انك ترسمين اختي شعرة شعرة، الحاجب شعرة شعرة. ما اقدر ارسمه على الموبايل لانه ما اشوف واجد. ليش؟ لان بالاول شيء حطينا شادو يعني باودر للحاجب، بعدين نجي نرسمهم شعرة شعرة فوق الباودر. لا تستخدمين في الباودر لون غامج، لازم لون فاتح، يعني يا لون الشعرة يا افتح من لون الشعرة. اخلصه واوريكم. رسمنا الحاجب شعرة شعرة وجلسة انظف. اوكي بس ما راح يبين عليكم، انتوا ارسموا شعرة شعرة، بسيط الموضوع. رسمنا الحاجب شعرة شعرة وجلسة انظف. اوكي بس ما راح يبين عليكم، انتوا ارسموا شعرة شعرة، بسيط الموضوع. اخر شيء هذا اللي قلت لكم من بنفت الجل. خلص يبغى اروح اجيب. شوفوا امشط الشعر حق الحواجب. طبعا انا عامله هذا وش اسمه مايكرو تاتو حق حواجبي، يعني مو هم كذي، بس انا عندي شعر في حواجبي تمام. خالص اللي عندي الجل. اوكي ما عجبني. هذا المرطب. اوكي مرطب الشفايف من كيلز، كثير سألوني عنه. اول شيء في دهن ورد وفي زيوت معطرة، اثنين يعطي لون حلو للبشرة. بس ما ان انا اليوم لابسة ابيض واسود فموضوعي راح يكون شوي بغالة احمر تمام. ممكن احط كحلة شوي سودا وبيضة للعين ممكن. الحين بنحط ابيض بس هنا، مش ابيض لا سوري كريمي كريمي، يعني قد ما تقدرين روحي بيجي كريمي مش ابيض. زين بس حد العين بس طرفها وطلعي شوي فيه عشان يفصل لك الرمش. زين والحين نحط اسود، مش اسود بني 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 شموس حمارة. لا تسمعون مني ترى انا فاشلة. الحين البني وليس الاسود. ما شجع على الكحل الاسود كثير الا للي عينها مرة وسيعة ما شاء الله تكون اتس اوكي. احط انا الكحل فوق في العين من فوق هذه. ليش؟ يعطي شوفوا فرق الرمش هنا وهنا، يعطي جمالية للرمش. حتى لو انت ما انت حاطة رموش، لما تحطين الكحل بس من فوق شوفوا العين هذه عن هذه نظرة يعطي. زين كذا يعطيش نظرة حلوة. الله ما تطيح الرموش. وبعدين كذي لنص العين اهو. شوفي شوف الحين شكل هذه الحركة تعطي للعين
تعطيها شيء سحري، يعني هي مهي جمالية قد مهي كاريزما. هذه الحركة ان العين تخلين لهنا تقريبا، يعني تخلين بس الطرف ابيض، شفتوا بني، وكل تعبين الرمش من فوق كله براون، او اذا اسود كيفك حلو كمان يطلع. بصراحة حق الحواجب الشعرة شعرة ما انصحكم فيه، خايس معفن. نادر ميك اب ارتست اهداني اياه. اروح اسوي شعري عندي انا اسويه في البيت، حجية نفس الشيء. اذا بشرتك دهني نفس اللي سويناه تحطين عليه باودر، يعني حطي نفس الكريمي وكل شيء، زيدي عليه باودر يصير ميك اب بودرة. اذا تبينه كريمي نفس ما انا سويت، ممكن انا بعد شوي احط هنا لايتنج لمعة هنا وهنا، وعلى العين من هنا، وذاتس ات.